اصل خلي بالك البنات عمرها ما هتحبك لو انت فقير. محمود حودة، طب ما تعيطش يا حبيبي. كان في وقت كده اسعار منتجات مزيل العرق ضربت في السماء، لان ما بين يوم وليله هم حطوا بند مزيل العرق والحاجات اللي هي بتخلي ريحتك كويسه تحت بند السلع الاستفزازيه. اللي هو انت نازل ريحتك حلوه، الاستفزاز ابن الوسخه ده في يالا، انت نازل حاطط مزيل عرق ليه؟ انت بتستعرنا من عرقنا، بتستعر من شقانا وعرقنا، من تعبنا ومن عرق جبنا. انت عايز تطمس الهواء يالا تبقى نضيف؟ ده ايه الواد المستفز انت احسن مننا في ايه يعني؟ مش فاهمك يعني. لا ده انت مستفز بجد. لا ادفع السعر تريبل بقى عشان استفزازك ده، عشان تبقى تنزل ريحتك حلوه تاني. طبعا الفتره دي احنا ما كناش عارفين نجيب فيها اصلا مزيل عرق. في يوم لقيت احمد اخويا دخل عليا الاوضه ووشه مبتسم فشخ كده، واول ما شافني قال لي بقول لك ايه، انا عملت صفقه بنت لعيبه. قلت له ايه عملت ايه؟ قال لي ب 150 جنيه بس جبت دول. وقام حاطط ايده جوه الشنطه ومطلع باكج فيها 4 مزيل عرق ما بين اكس ونيفيا بقى ايه وروائح مختلفه. اول ما شفت كده قلت له يا ابن اللعيبه جبتهم ازاي دي يا؟ وقام فتح الباكج وقال ايه نقسم كده الحاجات دي ما بيننا. طبعا خد اول علبه ورجها، وهو بيرجها انا سمعت صوت غريب، لكن قبل ما دماغي تبروسيس اصلا الصوت ده عباره عن ايه، كان هو رافع ايده وخلاص بقى هيرش. احنا اخيرا نسكرنا مزيل عرق. انت بتقول ايه؟ والمزيكا عماله بتعلى وايده بتقرب ناحيه البخاخ بسلو موشن، واول ما داس يلا يا بخاخ حبيبي اتفق على عمه. لقيت احمد بيقول لي هو ايه ده يا اسطى؟ هو فين الفس؟ قلت له يعني يمكن يكون البخاخ بتاعها بايظ. لكن قبل ما اكمل راح عامل زي المجنون حاطط ايده جوه واخد علبه تانية ورش حتى من غير ما يرج العلبه زي ما متعودين على طول، نفس الحكايه. قمت راح مادي ايدي انا كمان واخد واحده رجيتها، لكن قبل ما ارش قام ناتشها من ايديا زي المجنون برضو. حاول يرش بيها لكن شخت عليه كله. بعد كده قام باصص لي ووشه كله دينايل، وشه كله مليان استنكار للي بيحصل ده، اكيد اللي حصل ده مش حقيقي. وراح قال لي يا اسطى فاضل اخر واحده. قلت له انا مش هجرب البتاع ابن الوسخه ده، مش هحط بتاع ابن الوسخه ده على جسمي ابدا، استحاله، انت مجنون. راح بيمد ايده وبيمسكها وعايز يدوس. قلت له يا ابني بقى، يا ابني فوق بقى، ده مش مزيل عرق يا حبيبي، ده ميه بصابون. قال لي يعني ايه؟ لا دي اكيد اخر واحده هي الاخير ربه كريم. قلت له اخير ربه كريم ايه؟ لا فوق بقى يا اخي فوق. ومسكها قعد يرج فيها، فعلا الصوت اللي جوه هو صوت ميه. قال لي يا اسطى يعني انا كده اتنصب عليا. قلت له انت كده خدته معطر. القصه دي انا افتكرتها وهو احمد اخويا بيقترح عليا موضوع الحلقه، وقال لي بقول لك يا اسطى ما تتكلم عن النصب، وهو ده يكون موضوع حلقتنا النهارده، وهو ده اللي انا سالت فيه الناس على انستجرام. فيعني بالمناسبه دي ممكن تروح تعمل فولو على الانستجرام. لا بص لا هقول لك على حاجه، ما تعملش فولو على الانستجرام، اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو ده الاول، وبعد ما تخلص الفيديو روح اعمل فولو على الانستجرام. بص انا هفكرك ما تقلقش. يعني النصب ده حاجه موجوده منذ قديم الازل وباشكال وبطرق كتير وبنوايا مختلفه كمان، وكل ما الدنيا بتتطور كل ما النصابين بيتطوروا اكتر علشان يواكبوا التطور ده. يعني مثلا اكيد قبلك الشخص اللي في الموقف اللي هو والله العظيم 3 انا مش من هنا وعايز فلوس عشان ارجع بلدي ومعيش غير 15 جنيه ومش عارف اروح الشرقيه. اكيد قبلك الشخص ده، لكن طبعا بعد ما الموضوع اتفقس وخلاص ما بقاش يصعب علينا وعرفنا ان بلدياتنا دول اغنى مني ومنك، قال لك لا احنا هنغير الموديل ده كله تماما، احنا هنعمل واحد يكون شبهك انت. ايوه انت يبقى شاب كده شكله من الطبقه المتوسطه، شكله شقيان لكن برضه ابن ناس. حصل له موقف مش احسن حاجه، ممكن الموقف ده يحصل معاك انت شخصيا، زي مثلا انك تنسى المحفظه بتاعتك في الشركه وتحب مثلا انت تروح التجمع مثلا، لكن بيطلع في الاخر ان ده عيل ابن وسخه نصاب زيه زي الراجل اللي كان بيقول لك انا الفلوس ضاعت مني وعايز اروح البلد والكلام ده. طبعا الانترنت بعد ما دخل الناس ابتدت تبيع وتشتري حاجات اونلاين، ما احنا في عصر التطور عادي. ومع عصر التطور الناس دايما بتنصب في البيع والشراء. يعني اخويا الصغير خالص كان عامل اكونت ببجي وجايب فيه بقى الام 4 التلجي ومش عارف الكيل مسج مش عارف اللي ايه، والقنبله اللي بعد ما بتقوم مطلعه عصافير. واضح ان دي كان اكونت جامد يعني. المهم ان ابن خالتي اقنعه ان هو يبيع الاكونت ده لان هيدخل له فيه مبلغ حلو، وهو اقتنع وقال لك تمام ماشي. جابوا رقم كده عيل من على النت يعني بيشتري الاكونتات وبتاع. المهم كلموا العيل ده قالوا له احنا عايزين نعمل كذا، وقام راح بعت لهم سكرين شوت كده معفنه اللي هو تم تحويل المبلغ كذا. فاخويا الصغير بيقول لابن خالتي بيقول له طب كده ايه ابعت له الايميل والباسورد يعني ولا؟ قال له ايه ابعت له. قال له يعني هو كده خلاص ضن يعني؟ قال له هات راجل معروف كتير معروف، ابعت له. لكن اخويا كان جواه كده حته بارانويا كده، فجاي يسالني قال لي بقول لك ايه هو كده ده كده هو حول لي الفلوس يعني. قلت له هقول لك فلوس ايه اهبل يا متخلف انت، ده كده ده ياخدك شحط محط نوك فينش هيضحك عليك وياخد اكونت عبيط. دي مسج. بص يا ابني بص هو بعت لك احنا الساعه 5 شايف المسج مبعوثه امتى؟ بعت لك الساعه 11 يا غبي. والحمد لله رب العالمين انقذنا الام 4 التلجي من الضياع. في برضه الصفحات بتاعت الهدوم
ساعات بيبقوا نصابين. يعني تدخل مثلا على الصفحه بتاعتهم تلاقيهم جايبين موديل اجنبي لابس لبس شيك فشخ، يقول لك عايز اللبس ده ادخل كلمنا على المسج. تدخل عندهم على الصفحه تلاقيهم كاتبين نو ريفند نو اكسشينج. يعني يا ولاد بقى انا اصلا كده كده بشتري سمك في ميه، يعني بتقول لي لا في ترجيع ولا استبدال؟ يعني خلاص انا لبست الحاجه. وطبعا انت عشان خاطر انت شخص مزوخي بتعمل ايه؟ بتقوم داخل طالب من عندهم، ومش طالب قطعه، لا انت عايز توفر حق ثمن الشحن، فتقوم طالب 4 قطع. طبعا بتجيلك خامه رديئه جدا، خامه كولوتات، خامه معفنه، خامه ارضى من استلامات اكرم توفيق. ما قايل لك نو ريفند نو اكسشينج، هترجعها ازاي؟ خلاص بقى يا معلم، البسها في البيت نام بيها بقى، ولا اعملها شطه بقى امسح بيها البوتاجاز. النصابين على الانترنت كان ممكن يبقوا مليونيرات ما بين يوم وليله لو بس حضروا حصه العربي والاملا في المدرسه زمان. كل المسجات بتاعتهم مليانه اخطاء املائيه بنت وسخ. يعني تلاقي واحد بعت لك مسج تم ايقاف بتاعك البنكي، يا نهار اسود، تم ايقاف بتاع البنكي؟ يعني انا كده مش هقدر اعمل لا سحب ولا علاج او ايداع. او يقول لك احنا صيانه التويتر، ابعت الباسورد بالصاد عشان ندخل نعمل جوه صيانه، احنا متخصصين في تصليح الدادي ايشوز. برضه الناس اللي هي بتنصب على الموبايلات او اللي هي بتنصب عن بعد دي، حصل في مره موقف كده ايام الكورونا، حصل مع ابويا الله يرحمه. ابويا كان بيشتغل على كريم بعد ما طلع على المعاش يعني، ففي واحد كلمه في التليفون قال له احنا من اداره كريم وبنعمل دلوقتي تحديث للبيانات، انت وصل لك رساله كده معينه فيها ارقام صح؟ قال له ايوه. قال له بس ممكن تقول لنا الارقام دي؟ راح طبعا ابويا ممليهم الارقام، ومره واحده قاموا مخرجينه بره الابلكيشن، والنصاب ده خد الابلكيشن بالفلوس اللي عليه كلها. ومش بس كده يقف لحد هنا، لا، النصاب ده قام رايح عامل شكوى في كريم ان ابويا خد منه 500 جنيه بعد ما ركب معاه ونزله وما ادهالوش. يوم ابويا يعمل ايه بقى عشان نكمل بقى مسلسل العبث ده ونتاكد 100% ان احنا اتنصب علينا، يعني اتنصب علينا 200%؟ يقوم محول لكريم ال 500 جنيه. فكده الراجل بقى خد ايه؟ خد الاكونت وخد الفلوس اللي على الاكونت وخد 500 جنيه من كريم، والاكونت بتاعه ابويا اتقفل. ما حاج. في نصابين بقت تجند نصابين صغيرين لصالحها. يعني زي ايه مثلا؟ زي كيونت. الفاوندرز والناس اللي اشتغلوا في كيونت في الاول هم دول خدوا المجد بتاع الشركه كلها، لدرجه انهم بقوا ابو المجد ذات نفسه. دول جندوا نصابين صغيرين كده مننا، من صحابنا. يجي الواد يقوم قايل لك، واد انت ما تعرفش عنه حاجه من سنه ثالثه ابتدائي، يقول لك انت البار بتاعك انت مش عاجبني، طاقتك مش عاجباني، لكن حلك عني ما تقلقش. بص بقى، انت هتاخد طقم الناشفه ده، هتاخد البريسلت بتاعه الباور بالانس، وهتاخد سلسله باور بالانس، هيظبطوا لك الباور بتاعك بدل ما هو جاي يمين كده ولا جاي شمال، لا هيظبطوا لك، هيعمل لك ظبط زوايا للباور بتاعك. ومش بس كده بقى، كل ما تلاقي واحد تروبش زيك كده بالظبط يدخل ويشتري نفس الحكايه دي، هتقدر ان انت تاخد منه فلوس، وتجيب بقى واحد تحت واحد، وتجيب 2 تحت 2، وتقدر تعوض الفلوس اللي انت دفعتها اصلا في شراء البتاع العبيط ده، زي ما انا بعمل مع حضرتك كده دلوقتي بالظبط. كل نصاب عارف الفريسه بتاعته كويس قوي، عارف بيدخل لها منين، عارف اذا كان ده طماع ولا هيدخل له ده من طريق عيب. هو هيدخل لك من الطريقه اللي عارف ان انت هتقع منها. يعني مثلا خالك اللي اتضحك عليه من الست اللي بتكلمه في التليفون، اللي هي طبعا بيطلع واد بيعرف يقلد صوت البنات، بعد ما قلبه في 3 كروت شحن ب100 واقنعه 100% ان هو يكلمه الساعه 2 بالليل بعد ما الولايه تكون نامت، ويعمل معاه اللي هو عايزه. زي مثلا ان هو يعيط في حضن الست دي وينام، لان مرات خالك ما بتعملش معاه الموضوع ده. او مثلا ان هم يقعدوا يتفرجوا على هايلايتس ميسي 2019. وانت برضو خلي بالك، البت اللي انت بتكلمها سوشيال دي، اللي هي حاطه صوره انمي وبتاع، وبتحس ان هي فاهماك قوي، وذوقك الموسيقي زي ذوقها الموسيقي، وذوقكم في الافلام زي بعض، دي مش بنت يا اسطى، ده واحد صاحبك وهو بيعمل الموضوع ده عليك يعني. فوالنبي بالله عليك بس ابقى حول له رصيد، يعني بدل ما هو فاتح كروت فكه كده وبيرد عليك ساعتين بس في اليوم، ساعه الصبح وساعه بالليل، وانت دايما متعلق بيه، يعني ما تسيبش الوقت كده يعني. كان في نصابين زمان يعني على ايام ابويا وابوك كده، كانوا بيقنعوا الناس اللي هو هات فلوسك وهشغلها لك معايا وهديك ارباح، وهضاعف لك الارباح دي اكتر من 200 و300%، زي الريان والمستريح. وطبعا كانوا اول ما يطمعوا كده ويحبوا يدخلوا بثروتهم كلها، بيقوموا بقى ايه، الناس دي داخله بدماغها في ثروتك لا مؤاخذه، وعاملين واحده امباليه وطالعين بره البلد مسافرين، ما تعرفش عنهم اي حاجه تاني، شكرا دان. دلوقتي بقى الاشكال اتغيرت، ما احنا في عصر التطور. يقول لك احنا عاملين ابلكيشن، ايوه عاملين ابلكيشن جمعيات، هو الفاوندرز عاملين جمعيه هيقبضوها الاول. بس القنوات المتخصصه في الاعلانات اللي هي بتاعه الحزام السحري بتاع تميمه، حزام التخسيس السحري ده، بص يا حبيبتي الحزام ده ما بيخسسش خالص، هو اخره هو بيرقص الوسط، يعني اغنيه لحمو بيكا ممكن تقوم بالكلام ده عادي. فبنت الحلال كده بتستهدي بالله وقومي رقصي. او مثلا كانوا يجيبوا ممثل تخين فشخ زمان وبطل يجي له ادوار بعد ما عمل عمليه تكميم وخس، ويطلعوه بقى على القناه دي ويقول لك انا بعد ما شربت الشاي الصيني ده
حرق لي كل الدهون وبقيت زي ما انتوا شايفين كده. يا اسطى ما تكدبش، يا اسطى ما تكدبش بالله عليك. انت بالتخن اللي انت كنت فيه ده انت كنت محتاج 20 فدان شاي صيني. الموضه بقى بتاعت التداول والكريبتو والعملات دي، انت بتلاقي واحد قصير كده قد بالارض او واحد رفيع جدا عنده سوء تغذيه. يعني اصل هو الموديل ده ما بقاش ليه تالت، هما اتنين بس هما بيبقوا مشتركين في حاجه واحده بس، ان هما الاتنين ذوقهم في اللبس زي الخرا. هيطلع يقول لك عايز عربيه زي العربيه الفيراري ولا اللامبورجيني اللي انا مأجرها في دبي دي، عايز عيشه زي اللي انا عايشها في دبي دي. اصل خلي بالك البنات عمرها ما هتحبك لو انت فقير. هي دي العيشه، هي دي عيشه التداول. عايز البنات اللي بفيك تيتس زي دول والانستجرام موديلز يكلموك، يلا بيع الجاموسه اللي عندكم في البلد وابعت لي الفلوس، هخليك تلعب بالعمله. وطبعا في الاخر بيبقى مسميه هو عمله يعني، وبيخسرك كل فلوسك. ومهما تدخل بعد كده عنده تكتب له يعني كومنتس ان انت نصاب وخسرتني فلوس، طبعا بيقوم عامل لك بلوك وايه، وبيقوم مركبك الوزه بدل ما بيركبك اللامبورجيني ولا الفيراري. الناس برضو اللي هم بيقوموا مجمعين الشباب المهمشه كده في مكان ما، في ندوه يعني او في كورس، ويقعدوا يقولوا لهم الكلام الحموسي بتاع اللي هو انت تقدر، ايوه انت قوي، قول انا اقدر. انا لو ما قلتش من جوايا ان انا اقدر ما كانش زماني واقف قدامكم الوقفه دي عامل شعري سشوار زي كده ولابس قميص ومدخله جوه البنطلون ولابس حزام بني والبنطلون اللي هو الضيق فشخ ده. يلا قول ورايا، قول. تعرف تقول ورايا انا خارق، انا الاول 10 مرات ورا بعض بسرعه. يلا انا خارق، انا الاول، انا خارق الاول، انا خارق الاول، انا خارق الاول. في برضه الناس اللي هي بتقابلك في الطريق يقول لك خربش الكارت ده وانت اكيد كسبان معانا. انت تقدر تكسب معانا عربيه، تقدر تكسب ثلاجه، تقدر تكسب اجهزه كهربائيه، وانت كده كده هتخربش الكارت فكسبان. تخربش الكارت وجس وات بتكسب ايه؟ بتكسب الرحله الشهيره بتاعت شرم الشيخ. يقول لك هات 200 جنيه عشان نتاكد ان انت جاي الرحله. خلاص انت معانا ان شاء الله، انت هتجيلنا بس في مكتبنا في المهندسين علشان ناكد بالظبط ميعاد الرحله امتى، وتاخد بقى ايه مواعيد الباص والكلام ده. تروح طبعا على عماره معفنه كده في المهندسين، تبص تلاقي الدنيا زحمه فشخ ومليانه كروديات زي حضرتك واقفين بالمايوهات وبالعوامه مستنيين ياخدوا الرحله الوهميه بتاعت شرم الشيخ. يا ابني انت عبيط يا ابني. وانت يا حبيبتي انت بنت جميله كده ومتعلمه، الوقت اللي انت مصاحباه اللي هو اوف انا سقطت المحفظه في البيت النهارده خالص، بكره هيكلمك ويقولك انا عليها فلوس ولو ما سددتهاش هيحصل مشكله جامده قوي وممكن اتحبس، هيصعب عليكي فتديله الفلوس. او مثلا اللي يجي يقولك انا والله انا عايز اتقدم لك بس انا عايز ابدا مشروع ومعيش راس المال الكافي، فتقومي مدياله شويه من راس المال بتاع المشروع اللي هيبدا منه. او بقى اللي يضحك عليكي من طريقه تانية اللي يقولك انا عايز اتجوزك والله بس انا محتاج برضو اعاين البضاعه، فتقومي بعتله صور عشان يعاين البضاعه قبل ما يتجوز. كل دول يا حبيبتي نصابين، وبتيجي بعد كده تقرفينا وتقول لنا كل الرجاله كلهم استغلاليين، كل الرجاله عايزين اصرف عليهم، كل الرجاله عايزين حاجه واحده بس. ايوه فعلا الرجاله كلهم عايزين حاجه واحده بس، الرجاله مش عايزه غير برشلونه تاخد دوري الابطال السنه دي. وفي برضو البنت اللي اول ما بيجي يخطبها مره واحده موبايلها بيقوم ضارب باك فليب من البلكونه واقع متدشدش 100 حته، وتقول لك انا عايزه تليفون، بعد كده تقوم قايله لك اكتب لي الشقه باسمي عشان اعرف ان انت شاريني. او مثلا تقول لك انت اول واحد يلمسني، وهي اصلا نفق الشهيد احمد حلمي ولا احمد حمدي. فدي نصابه يا حبيبي. اخلع يا بابا، اخلع من بدري، اخلع بدل ما تاخد منك الشقه والعفش وتحبسك كمان وتنيمك في الشارع تتجنن. ما انت مش هيبقى معاك فلوس حتى تروح الجيم تعمل موف اون، فاهمني؟ المسابقات بقى اللي بتعملها الصفحات على الانترنت دي ما بيبقاش فيها اي حاجه حقيقيه تماما خالص. دي بتبقى معموله علشان سبب واحد بس، الريتش وقع عندهم ومحتاجين يعلوا الريتش فقط لا غير. محدش هيكسب حاجه، محدش هياخد حاجه. وتلاقي اصحابك الهبل مشيرين لايك يا جماعه من جوه الصوره بعد اذنكم. حاضر يا متخلف حاضر. وخليني بقى اخص بالذكر شويه عشان دي حاجه مضايقاني انا شخصيا، الصفحات بتاعت الراديوهات، الراديو. يعني تلاقيه يقول لك ايه، لو انت عندك الموهبه سجل حضورك بفيديو ليك تتكلم فيه عن نفسك وورينا موهبتك. يلا طريق النجوميه مستنيك، اعمل منشن ل3 اصحابك وورينا موهبتك. تدخل تلاقي 5000 تعليق فيهم ناس موهوبه جدا وناس شاطره وناس موهومه جدا وعبيطه، يعني على الله حكايتها. مش هو ده المهم، يعني المهم ان انت على مدار 3-4 سنين قدام انت برضو بتسمع نفس الاصوات كل يوم، هي في الراديو، هي الناس اللي بتيجي كل يوم، وهي المواضيع اللي من 2003، وهم الناس اللي ما بيعرفوش حتى يقروا المسجات اللي مبعوته لهم. ايه بقى المسابقه والكلام بتاع ورينا موهبتك؟ لا ده كان عشان خاطر البيج بس الريتش بتاعها واقع، مش عارفين نجيب تفاعل، فبنجيب تفاعل من الناس العبط اللي زي حضرتك كده، او في حالتي يعني اللي زي حضرتي. في برضو الشركات اللي بتعمل لك عرض لا يمكن رفضه، it's too good to be true، لكن بيبقوا كاتبين لك كده بخط رفيع كده من تحت كده اللي هو ايه، تطبق الشروط والاحكام علشان نعرف ننصب عليك كويس. هو قال لك ايه الشروط والاحكام في الاعلان؟ ما قالكش. هل انت هتسأل على الشروط والاحكام؟
مش هتسأل. في برضه الناس اللي هي بتكلمك في التليفون دي على كوبونات الخصم، اللي هو يقول لك احنا عاملين ديلز مع جميع المطاعم وجميع الاماكن اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه كلها، خصم يوصل لحد 90%. الناس اول ما هتشوفك هيشيلوك وهياخدوك على كفوف الراحه، هيدخلوك ببلاش لو اشتريت معانا الكتالوج اللي مليان كوبونات من جميع البراندات الموجوده في مصر كلها. طبعا انت زي العبيط بتقوم راح مشتري الكتالوج عشان تاخد الخصم بتاعك، لان اصل انت مقطع الدنيا خروج، فاهمني يعني. واول ما بتقرر بعد يعني 3-4 شهور ان انت خلاص هتحاول ان انت تستخدم الكوبون اللي كل مره بتنساه، وتبقى داخل بقى على المحل مبسوط قوي وداخل ماسك لهم بقى ايه الورك بوك بتاعك ده ومطلع، اول ما يشوفوك اللي هو في العالم المعفنه بقى بتاعت الديسكاونت المقرفه دي، يا باشا اتفضل. لا ده والله ده احنا لاغين التعاقد معاهم، والله دول عالم ولا. طبعا انت بقى بتقعد تتشال وتتحط وتتكلم في التليفون وتكلم خدمه العملاء بتوع دول وتقول ده اصل هات لي مديرك ومش عارف ايه، وفي الاخر الكتالوج ده انت بتعمله قراطيس وبتلبسه، يعني ما بتعملش بيه حاجه. طبعا انا زي ما قلت لكم انا كنت سائل الناس على انستجرام يبعتوا لي المواقف اللي هم اتنصب عليهم فيها قبل كده. طبعا كان في ناس عندها مسكونسبشن ومش عارفه يعني ايه اتنصب، وفي ناس كانت فاكره ان هي سرقه بالاكراه، او مثلا ان في حد خطف حاجه منهم يعني او حاجه. بس يعني والله مشكورين، شكرا كده ان انتوا بعتوا. فخلينا نشوف الناس او انتوا كنتوا باعتين ايه. كان بيقول لي انا قاعد في الشارع ما عنديش فلوس وسلفته $1000 لما طلبته منه، بعدين قال لي كانت هديه مالكيش حاجه عندي. وانت كنت مصاحبه جاستن بيبر؟ هديه مقبوله يا روح قلبي. انا مش لاقي اكل بقى، بعد اذنك ابعتي 500 يورو عشان انا عايز اكل من ماكدونالدز برلين. كنت شغاله في شركه وصاحبها يعني عربي، وهم من اول شهر اشتغلت فيه في المرتب عمره ما نزل في ميعاده. قالوا لنا نبعت ايميل في نص شهر 2 واحنا مش قابضين لسه شهر 1. صاحب الشركه قرر اننا هنقبض بالدولار، وطبعا عيني زغللت وعيني الناس كلها زغللت، وقلت الله ربنا عوضني والفلوس هتلعب وهنمسك اخضر بقى. ما كنتش عارفه انهم بعتوا اي كلام يسكتونا بيه، علشان لا شفت دولار ولا مرتب ولا شهرين. وبعتنا ايميل شكوى للاتش ار رفضني بعدها بيومين علشان شغلي دون المستوى. سألي على المرتب، هو مش قالك انت هتقبضي بالاخضر؟ بتقعدي تزني ليه؟ في ايه؟ 2-3 ايه المشكله لما تشتغلي عبده بالسخره عندهم؟ اديك يا ست خدت الطريق اخضر اهو. انا جرافيك ديزاينر، فالمهم واحد صاحبي عرفني على قريبه كان بيفتح ماركتنج ايجنسي. المهم رحت وقعدت 2 شهر بشتغل، منهم شهر تريننج، فطبعا مفيش فلوس. الشهر التاني بعد ما خلص قام قافل الشركه وما قبضش حد من اللي موجودين وراح انتج فيلم. بس كتر خيره، شهر التريننج يعني كان بيجيب له كل واحد في الشركه علبه سجاير. بين قوسين كنا 3 في الشركه. طب يا عم هو الراجل انتج فيلم يا عم، ما بفلوسكم الراجل انتج فيلم، انت المفروض تفرح للشركه وتفرح للراجل. وبعدين في ايه، هو مش كان جايب لك دخانك وبيعاملك زي اي صناعي مبلط؟ والله العظيم بجد مش عارف العيال دي عايز تاكل الدنيا، عايزين تاكلوا الناس يعني، عايزين تاكلوا الشركات يعني. مش فاهمكم بجد، مش عارف احدد كده كان نصب ولا امي اللي عبيطه. بس كان في راجل بيعدي على الشوارع بيدخل اي عماره راندوم ويخبط على الناس ويقول ان هو الراجل اللي جاي يصلح البوتاجاز. مره حد يقول له العنوان غلط، ومره تانية يقع في حد عبيط زي امي كده، انت اللي قلتي، يقول له تمام البوتاجاز بايظ. بوتاجازنا بجد فعلا كان بايظ، وماما كانت قايله لبابا يبقى يكلم حد يجي يصلح البوتاجاز، وبابا طبعا نفض يعني عادي طبيعي قوي يعني زي اي راجل ممكن يعمل كده. المهم الراجل جه خبط علينا وماما ما فكرتش تكلم بابا قبل ما تدخله، وسابته يدخل وقعد يلعب في شويه كده في البوتاجاز ويشيل منه حاجات ويركب حاجات وعمل شغل كده. المهم شال شويه قطع من الفرن بتاع البوتاجاز وقال انها بايظه، خدها معاه وخد 600 جنيه. ايوه فعلا ده كده نصب وامك عبيطه. معلش انت اللي قلتي كده، انت اللي سالتي. واحد عمل هاك لاكونت خالتي على فيسبوك وبعت لي من ماسنجر انها محتاجه 15000 جنيه على انستا باي على رقم كده معرفوش، وانا بعت زي الشاطر وراحت الفلوس. تاكد انك كانت زي الشاطر؟ والله قشطه. عامه لو مكانك كنت هتلخبط برضه، ما اصل اكيد انت مش معاك رقم خالتك. انا معيش رقم خالتي. في مره واحد اتصل عليا وقال لي ان هو من خدمه عملاء اتصالات كاش، وانا صدقته، وقال لي ان بمناسبه راس السنه نزل لي 400 جنيه. فالطمع طبعا قلت له والله ماشي. طب قال لي هاتي الاكونت، واديته كل حاجه البيانات بقى على اساس انه هينزل لي 400 جنيه. هو هينزلها لك ايه؟ هينزلها دي هي نقله رمل يا ماما. وبعدين فتح الاكونت لان الاكونت فيه قرشين، قال لي ما ينفعش انزل لك الهديه غير لما يكون فيه 2000 جنيه اقل حاجه. هنا عرفت انه بينصب عليا فقفلت في وشه. طب والله نصحى، ما كانش يعرف ان انت فقير قوي كده، ولو كان لقى 20 جنيه في الاكونت كان شلعها منك. بس يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الفرق والجدعنه. الكلام ده كان عندي 17 سنه. واحد صاحبي قال لي في برنامج اسمه هوج بول
المفروض ان ده بتاع تعدين عملات رقميه وحاجات غريبه كده. المهم انك بتدفع مبلغ وتيجي اخر الشهر المبلغ بيبقى الضعف. حطيت 2000 جنيه قبل ما اسحب الفلوس بيومين البرنامج اتقفل خالص. رحت لصاحبي اللي قال لي على البرنامج وخدت منه الفلوس بتاعتي. طب كويس انت خدت منه الفلوس بتاعتك، مع العلم ان هو كان منصوب عليه في مبلغ اكبر مني. طب والله طب ده صاحب كويس والله. يعني ده في صحابك بيبقوا هم اللي ناصبين عليك في فلوسك واخدينها منك ومحدش بيرجع لك حاجه يعني. مره كنت في سيكشن في مستشفى المعموره للامراض النفسيه، ماشي، وجالي مريض جوه قعد يتحايل عليا عايز 50 جنيه يجيب حاجات من الكانتين لحد ما اهله يجوا. فصعب عليا اديته ال 50 جنيه ومشيت. بعدها بكام اسبوع بسال عليه طلع ان هو مش مريض ولا حاجه ولا من اهل الحالات، ولم من السيكشن كل فلوس وخلع. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. ما اكيد طبعا هو طبعا في مستشفى الصحه النفسيه اكيد هتديله 50 جنيه علشان هو لو طلب منك اي حاجه هتعملها له علشان ما يديكش بالمفتاح في وشك. اكيد هتبقى خايف مريض نفسي ممكن يعمل فيك اي حاجه يعني. فالحمد لله انت فاديت نفسك بال50 جنيه دي. معلش كنت شريك في براند واحنا الثلاثه، واللي كان ماسك الحسابات خد الفلوس كلها بالارباح وخلع بره مصر. اقدم خدعه في الكتاب طبعا طبيعي. معلش يا حبيبي ربنا يعوض عليك. ركبت اندرايف اول مره ليا وبعد ما وصلت الحساب كان 50 اديته 100 قال ال50 هتنزل لك على المحفظه. بعد ما نزلت عرفت ان مفيش محفظه في اندرايف. كلمته كنسل عليا. ماشي هو ما قالكش تنزل في انهي محفظه؟ هو قال لك محفظه اندرايف؟ هو قال لك تنزل في المحفظه محفظته هو يا عم. وبعدين ما تتصلش بقى بيه، ما تبقاش زنان بقى، ممكن يبقى مشغول ولا حاجه، ممكن يبقى بيفرتك بقيه الفلوس بتاعتك او الفلوس اللي خدها من الناس يعني. كان هيتنصب عليا. الواد كان عايز يقلبني، قال لي انا عاوز اطلب طلب صغير قوي. انا ما قبضتش، ابعتي لي 3000. برضه شوف هو الراجل برضه ايه يعني متواضع، عايز 3000 جنيه بس. انا عارف ان هم مبلغ صغير، هو عارف ان هم مبلغ صغير بس هحاول امشي نفسي بيهم لحد ما اقبض. انا قلت اقول لك بدل ما اطلب من الغريب. طب ما انا غريبه يالا، كنت عارفاه من شهرين بس وما شفتوش ولا مره، بس كان بابا لسه متوفي ومامتي كمان، فقال لك بقى ايه دي عبيطه اقلبها. ركبته الشلحات وعرفته من صاحبه ان هو كان مدورها كده بقى، واي واحده بيعرفها بيقول لها الكلمتين دول بس ما عرفش يقلبها. لا صايعه. عامه البت دي متقلبه في 6000 جنيه بس هي الكلام ده طالع من الايجو يعني، احساسي يعني احساسي بيقول لي كده. والله اعلم، ما اعرفش الله اعلم. مدرسة الانجليزي بنت كلب في المراجعة ليلة الامتحان ثانوية عامة قالت لنا تعالوا لازم تحضروا، هم حصتين على بعض وما ينفعش تحضر حصة واحدة بس، وعشان تدخل لازم تدفع 200 جنيه. واول لما دخلنا قالت مفيش حصة ولا حاجة وانا جبتكم بس عشان اطمنكم قبل الامتحان. فانت دفعت 200 جنيه فيس طبطبة اللي هو ما تقلقوش يا حبايبي ان شاء الله خير باذن الله، هات 200 جنيه بس كده، ما تقلقوش يا حبايبي ما تقلقوش. طبعا عايز اشكر كل الناس اللي بعتت لي والناس اللي انا ما عرفتش اقرا المسجات بتاعتهم، بعتذر لهم جدا. ان شاء الله الحلقات اللي جايه هنعمل برضو فيها حاجات من الجمهور وحاجات تبقى يعني اكتر من كده باذن الله. ممكن تبقى حلقه اصلا فيها كلام من الجمهور بس انا مش هطلع اقول اي حاجه خالص. بس يا سيدي احنا كده وصلنا للاخر، فلو انت لسه مكمل على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتكتب تحت في الكومنتس حاببنا نتكلم على ايه الحلقات اللي جايه. وما تنساش برضو تروح تعمل فولو على الانستجرام، انا فكرتك اهو تروح بقى تعمل فولو على الانستجرام دلوقتي وفولو على التيك توك علشان في محتويات وشورتس وحاجات صغيره هناك. بس يا سيدي كنت معاكم انا محمود النجار، وده كان هم يضحك. وخلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من فلوسكم، خلي بالكم من حياتكم، ما تخلوش حد ينصب عليكم. سلام عليكم.